ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير يا رب وبسعادة يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى نعمل شوية سمك مكرونة كده، قمر كده زيكم. بجد حلو قوي ومقرمش زي ما انتم شايفين كده وجميل قوي. وهنعمله بطريقة سهلة وبسيطة خالص وبمكونات ان شاء الله سهلة وموجودة عندك في البيت. وبرضه من ضمن برضه الافكار لشهر رمضان لأكلات رمضان. زي ما انتم شايفين عملنا حبة رز كده وسلطة. الرز اللي هو البصل طبعا لو حابة تعمليه ابيض تقدري طبعا، بس انا بحبه بالبصل اكتر جنب السمك بالذات. زي ما انتم شايفين حبه سلطه طبعا لو عازمه طبعا حد تقدري تعملي سلطه طحينه. وممكن تعملي نوع سمك كمان، مثلا تعملي سمك في صينيه في الفرن، انا موجود عندي عملته في القناه عندي قبل كده هتلاقيه موجود عندي. او زي ما انت شايفه كده سهل جدا. طبعا ما شاء الله الكميه انت شفتوها دي كلها والله يعني بكيلو سمك من المكرونه. فالسمك المكرونه لقيته ب60 جنيه فجبت كيلو ما شاء الله كلنا لما شبعنا. وزي ما انتم شايفين طبعا هغسله معاكم ان شاء الله المره الجايه. طبعا فتحته كده بالمقص كده ونضفت بطنه وبعد كده غسلته كويس. تعالوا بقى نشوف المقادير. طبعا غسلته غسله كويسه. معايا بقى ايه؟ قطعه كده كبيره من الفلفل الاحمر البارد اللي احنا فرناه مع بعض. طبعا يعني قولي مثلا معلقه كبيره ومعلقه كبيره ونص من الفلفل الاحمر. ومعايا بقى نص معلقه كبيره من الكمون، نص معلقه كبيره من الكزبره، ونص معلقه صغيره من الشطه. وظبطي بقى الملح بتاعك. طبعا الليمون والكزبره والكمون دول مهمين جدا جدا. الكمون والكزبره والشطه دول روح السمك. ما تحطيش توابل اي اكتر من كده، السمك هتحطي اكتر من كده هتغيري طعمه. ومعايا بقى 5 ليمونات. طبعا الليمون بيدي طعم حلو قوي للسمك وبيمنع اي حاجه، حتى لو يعمل لك برد لو عملتيه بالليمون دوت هيمنع ان يجيلك برد. وفي نفس الوقت برضو بيديله تطعيمه حلوه قوي وريحه جميله جدا. زي ما انتم شايفين طبعا بعد ما حطيت كده الليمون عصرت ال5 ليمونات عليهم. تعالوا بقى ايه؟ نحط بقى ايه نص معلقه ربع معلقه قصدي سوري. ربع معلقه من الثوم كبيره. زي ما انتم شايفين طبعا المقادير سهله بتاعت السمك واسهل منها مفيش. بس بتاكلي احلى سمك في الدنيا. زي ما انت شايفه مقاديره بسيطه خالص واسهل منها مفيش، بتاكلي بقى سمك مش قادره اقولك. طبعا الاساسي في السمك عندنا في التتبيله هو الثوم والكزبره والشطه. ما تحطيش بقى توابل ولا الكلام ده، حتى الفلفل الاسود مش بنحطه للسمك. مش مستحب قوي ان انت تحطي فلفل اسود للسمك. زي ما انتم شايفين طبعا ده سمك صغير مش هنقعد نحشي واحده واحده بواحده يعني. فهننزل كده عليه زي ما انتم شايفين كده. وايه ونقلبه في كل انحاء السمك يعني. زي ما انتم بقى شايفين كده. قلنا يعني نعمل اكله كده. بان احنا اليومين دول بنصوم والكلام ده اتنين وخميس والكلام ده، فقلنا نعمل اكله كده حلوه برضو. وفي نفس الوقت ايه برضو افكار لشهر رمضان. لو انت حابه مثلا تعزمي مش لازم يعني تكلفي قوي. انت ممكن لو جبتي سمك مكرونه زي ده ومثلا جبتي سمك تونه وعملتيه كده في الصينيه في الفرن يبقى حلو معاكي قوي في العزومه، وحبه سلطه طحينه وحبه سلطه ورز مية مية اخر عزومه زي الفل والله. زي ما انت شايفه طبعا ليكي برضو عندي افكار تانية للعزومات ان شاء الله. زي ما انت شايفه بقى كده انا سيبته بقى نص ساعه في التلاجة بس يقعد في التتبيله نص ساعه. تعالوا نعمل الرز. عبال ما سيبته كده في التلاجة قلت اعمل الرز. زي ما انتوا شايفين بقى كده. معايا كده ايه حبة زيت كده بتاع ايه 4 معالق من الزيت كبار كده. وحطيت بصلاية كبيرة متقطعة كبيرة. ومعايا بقى ايه ربع معلقة صغيرة من الكمون، ربع معلقة صغيرة من الكزبرة، ربع معلقة صغيرة من ال7 بهارات، ربع معلقة صغيرة من القرفة. ونص معلقة صغيرة من الكركم. ده طبعا لو مش حابة الرز يكون اصفر سنة شيليه. ولو عايزاه بني ما تحطيش الكركم، لو عايزاه اصفر زي سنة يبقى تحطي كركم، مش عايزاه اصفر يبقى تكتفي. شيلي الكركم خالص من الوصفة. ومعايا طبعا نص معلقة صغيرة من السكر، دي بتعادل الطعم قوي بتدي طعم حلو قوي. زي ما انتم شايفين طبعا معلش المشهد بتاع الملح وانا بحطه ما كانش بيتصور، بس انا حطيت ملح على البصل بس معلش بنتي ما صورتش الحته دي. طبعا نزلت طبعا بايه كوبايتين ميه كده. واول ما غليوا كده نزلت بيهم طبعا نص كيلو من الرز ايه نقيته وغسلته غسلتين. زي ما انتم بقى شايفين كده هغطيه بقى لحد ما ايه يتشرب. طبعا مش هوطي عليه غير لما يتشرب تماما. طبعا لقيته محصول قوي. فجبت كده نص كوبايه من الميه وزودته. زي ما انت شايفه وطيت عليه بقى اسيبه بعد ما اوطي عليه 10 دقايق وبعد كده اطفي عليه. وزي ما انتم شايفين معايا بقى كوبايه من الدقيق المج الموجود في كل بيت زي ما انتم شايفين كده. وهحطه كده وايه وانزل فيه السمك. طبعا ما تحطيش في الدقيق اي اضافات خالص، انت كده كده متبله السمك والسمك زي الفل خالص معاكي. مش محتاجين بقى اضافات تانية على الدقيق. هو كفايه قوي التتبيله اللي احنا عملناها مع بعض. وطبعا تنزلي بيه في الدقيق كده وتتبليه كويس، وطبعا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه يا اماراتي حلوين. لايك وشير كده وشارك الفيديو على قد ما تقدروا. زي ما انتم بقى شايفين كده. كل سنه وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان يا رب امين اجمعين يا رب العالمين.
زي ما انتم بقى شايفين، فرح قلب أمة محمد كلها بشهر رمضان يا رب. طبعا بعد ما عملت كده شويه من السمك كده، كنت طبعا حاطه زيت على النار، بس طبعا ايه ما حبيتش ازود الزيت قوي. طبعا زي ما انتم عارفين الحاجه غاليه، فعايزين كان نقتصد عشان الحاجه يعني نعرف نمشي نفسنا. زي ما انتم عارفين السمك مش بيتقلي مكانه حاجه تاني، فاحنا مش عايزين نهدر الزيت. زي ما انتم شايفين حاطه زيت يا دوب على القد. وهنزل بقى بالسمك. طبعا الزيت طبعا زي ما انتم شايفين سخن، ما ينفعش ينزل في زيت بارد زي ما انت شايفه كده. وانزل كده بكميه سمك لحد ما املى الطاسه كده. وايه كل ما اخلص كميه ارجع افضل اقلي لحد ما اخلص الكميه كلها. طبعا زي ما انتم شايفين بعد ما خدت لون اهي من تحت، اقلبها بقى بالمعلقه على الناحيه التانية عشان تاخد برضو لون. زي ما انت شايفه بصي ما قلبتهاش خالص ولا حطيت فيها المعلقه غير ما اتاكدت اللي هي زي ما انت شايفه كده ناشفه خالص، ما بقتش كده ايه السمكيه طريه ومهريه. عشان لو جيت قلبتها وهي لسه ما اتحمرتش هتتهري منك، لان السمك المكرونه مش بيتحمل. طبعا عامل زي الجمبري السمك المكرونه ده يا جماعه. يعني هو حلاوته يا دوبك الشوكه اللي في النص بتاكليه بصراحه ربنا جميل. كان حلو او كان مقرمش جدا. طبعا بعد 10 دقايق اهو. طبعا وطيت عليه طبعا بعد 10 دقايق بعد ما وطيت عليه اهو، ما شاء الله استوى بقى زي الفل. ومفلفل وجميل، ما فيهوش كده حبايه لازقه في اختها زي ما بيقولوا كده. زي ما انتوا بقى شايفين كده الرز ما شاء الله اللهم بارك، يعني بيتكلم عن نفسه. ما شاء الله حاجه كده جميله وحاجه كده قمر. تعالوا بقى ايه بعد ما السمك كده اخد لون من ناحيتين، تعالوا بقى نطلعه كده في صفايه البطاطس. زي ما انتوا شايفين هنصفيه من اي زيوت زياده كده فيه. وايه نحطه بقى في سرفيس حلو كده قمر كده زيكم. زي ما انتوا شايفين. لايك وشير كده يا جماعه، اوعوا تنسوا الاشتراك في القناه يا امارات يا حلوين. وشيروا الفيديو كده على قد ما تقدروا. طبعا تعليقاتكم الحلوه دايما دايما بتساعدني. تعالوا بقى نعمل السلطه. معايا كده 4 طماطميات مغسولين كده، وهقطعهم كده ايه سلطه كده. طبق سلطه يعني عسل كده. ومعايا بقى ايه اخد نص ليمونه كفايه، لان ليمونه كتير قوي. فهحط كده نص ليمونه على الطماطم. زي ما انتوا شايفين سهله وبسيطه خالص، بس بصراحه طبق سلطه كان حلو ما شاء الله، مع انه كان بسيط جدا. بس بصراحه كان طعمه حلو. ومعايا بقى ربطه كده ايه كزبره مغسوله كده ومتقطعه، بس تغسليها قبل ما تقطعيها عشان ما تفقديش الفوائد اللي فيها. معايا بقى 3 معالق من الخل كبار. زي ما انت شايفه كده ده بيدي طعم حلو قوي للسلطه. دي سلطه كده بسيطه، يعني انت ممكن طبعا تحطي فيها تبشري فيها جزر، تقطعي خيار. معايا بقى ربع معلقه كمون وربع معلقه كزبره وربع معلقه شطه وربع معلقه فلفل اسود وملح بقى، وظبطي الملح بتاعك. طبعا لو انت بقى حابه تظبطيها يعني تقدري تحطي لها خس كابوتشا خيار جزر بصل، يبقى انت كده يعني ظبطي طبق السلطه بتاعك. بس انا بصراحه يعني ايه عملت اللي كان موجود عندي في البيت عملته. زي ما انت شايفه كده. اي حاجه بسيطه المهم تعملي كده حاجه جميله. بس بصراحه والله ما قعدت كانت جميله جدا وحلوه قوي. زي ما انت شايفه كده. قمريه كده زيكم والله. ما شاء الله تبارك الله، حاجه كده جميله وحاجه قمر. وهي بتتكلم طبعا عن نفسها. تعالوا بقى نغرف بقى عشان نتغدى او نفطر زي ما نقول، يعني حسب بقى اللي صايمين يفطروا واللي ايه فاطرين يتغدوا. زي ما انتوا بقى شايفين كده الرز القمر ده بجد شكله يعني يفتح النفس، مش قادره اقول لكم جميل ازاي. مفلفل بقى وطعمه حلو بقى. زي ما قلت لك طبعا لو حابه الرز يكون بني معاكي شيلي الكركم من الوصفه هيطلع معاكي بني. بس انا مش بحبه بني بصراحه. وطبعا السكر اللي احنا حطيناه على الرز ده بيدي تطعيمه حلوه قوي للرز. بس طبعا لو مش حابه تحطيه تقدري تشيليه طبعا من الوصفه. طبعا زي ما انتم شايفين زوقنا كده الطبق عشان يبقى منظر الطبق كده قمر كده زيكم. ما شاء الله حطينا شويه كده ايه شبت كده، قصدي كزبره سوري، على السمك كده عشان يدي منظر كده جميل. ما شاء الله بصوا مقرمش جدا جدا، يعني لحد اخر سمكيه كانت مقرمشه. وبصوا قلبه ابيض من جوه جمبري يا جماعه جمبري والله. يا دوب بتشيلي الشوكه اللي في النص وبتاكلي وتشيلي الراس اللي فوق، طبعا الراس ما بتتاكلش. زي ما انت بقى شايفه كده. بجد جميل قوي قوي قوي. بجد جربيها هيعجبك قوي هتدعيلي ان شاء الله. زي حاجه كده بسيطه بس نفرح الولاد كده وناكلهم اكله كويسه. زي ما انتوا شايفين الرز بصوا مفلفل ومفيش حبايه يعني لازقه في اختها والسلطه معايا جميله جميله جميله. لازم بجد تجربوها. باي باي.